للصراحة كانوا عم يستنوني بالسيارة لينقذوني، بس هي بالمنام طبعا. كانوا عم يستنوني بالسيارة طبعا بالمنام، بسبب هيك صور شايفينه انتو يعني دينية طبعا، ان هون الامويين، هون اهل السمنة والمجاعة، يعني السنة والجماعة، بس هو كاتبها بالسمنة والمجاعة. هلا انا عرفت المهم انه ماني مسلم. هون عم بقول سلالة بني طالب، اللي عم يطالبوا يعني، بس انه اللي نازين بالصوت، عرفت شلون؟ هلا صاحب الصفحة دينية بحت. شلون يعني؟ طالعين هون كاتبين اخوان متشددين. هلا صور صاحب الصفحة قبل شوي كان عم يحكي كلام دقيق، انتبه. هون اخوان متشددين، انبطاح، الخيانة، انتبه. شوفوا انتوا الارهاب الديني وين بوصل. هو اللي حيطت، يعني حيطت صحوة السنة، بده يدعس على مين؟ على العلوية. السيف علوي، الصرصور علوي. تماما اللي بيصير بين أصحاب الشهادات اللي بتتبع نظام ديكتاتوري عالمي. انتبه، عم بقول له عندك ورم تشيع في المخ وضروري استئصاله. الورم التشيع بالمخ هذا اللي إذا كان وطني ما بده يصير قتال ديني. انتبه، ما راح أسميها فتنة، قتال ديني. هذا اللي ما بده قتال ديني. من وين بده يحكي هذا؟ هذا بده يحكي بعد ما هرب من القتال، يعني صفى لوحده، هرب واجا لوين؟ اجا لهون. هون اللي عم يحكي على هدول هون هربوا منهم، اللي نحن بنعرفهم اليوم اليهود. هون هربوا منهم يلي اجوا بنص هدول، يعني الاثنيناتهم السنة والشيعة اجوا بيناتهم وسووا دولة. ايش اسمها الدولة؟ هي دولة اليهود، يعني اورشليم، يعني الدولة اللي سووها بنص العرب. عرفتوا؟ هذا الحمار اللي شايف هاد ساوى بين هذا وهذا وكلهم. هذا الحمار شايف بيناتهم. اليهود اللي هربوا سووا الدولة بنص هدول. استوعبت؟ وهلأ هدول كلهم موجودين على اللايف. انتبه ايش قال كلمة كويسة قبل شوي، قال انه انتوا رح تسووا دولة. طلعوا تحكي هلا انت بتمدح معاوية بكلمة، ضمني تعالي بهاجمك قبل شيء ثاني. واقسم بالله احسب انه اقسم بالله العظيم هم معتمدين مبدأ عدالة الصحابي فقط للدفاع عن علي، مو للدفاع عن معاوية. هلا جينا على المسيحية. تمام، اليوم في نص اوروبا، انا بعد ما صرت مسيحي واعتزلت المسيحية، اعتزلت لاني هدول مثلهم مثل السنة والشيعة وكل ديانة فيها مجرمة. استوعبتوا؟ هدول المسيحيين ايش سووا بواحد من الدير هون؟ انتبه، راحوا لعند ابو الدير، وانا رايح اصلي عند ابو الدير اللي حواليه مثل القلعة بحالهم. قالوا له لابو الدير هذا الكلب لازم يموت. وابو الدير صلى باسم، يعني مو بشكل مباشر، حكى انه هذا الزلمه هذا الكلب لازم يموت. عم يسمعني الحكي هو بالصلاه. تصور انت مين اقنعه لهذا ابو الدير المسيحي؟ هيك عقول. طلع هون البرجين هدول اشو البرجين العالميين اللي موجودين بامريكا. هلا امريكا ما وراء القارات. انتبه، امريكا برجين اثنين هدموهم، فاتوا. اعتبر انه اثنين من الطيران الارهابي فاتوا على الطيران مباشر. وين كانت استشعارات امريكا لما فاتوا؟ قول ما فيهم يضبطوهم، لانهم طيارين اثنين تموا حاقدين ودافنين بقلبهم كل هالسنين، وبعدين فاتوا على البرجين. امريكا ايش ساوت بعد ما هدموا هالبرجين؟ اخذوا دولة كاملة هدموها على روسهم. انتبه، هدول الدولتين كانوا كل الناس المتحجرين بعقولهم الدينية بيشلفوهم لوين؟ على أفغانستان. بيشلفوهم شلف، يا أما بتهموهم بالأفغان. أمريكا رجعت قالت بدنا نعفي عن هدول الأفغان، عفت عنهم وطلعت. انتبه،
طلعت من افغانستان. هلا نحن من 2020 عم نقول لك ونحن جايين من 2020 ونحن جايين. الحرب باوكرانيا حرب مسيحيه بامتياز. بعد الحرب المسيحيه فيها يهود، ومن بينهم الرئيس الاوكراني من اصل يهودي. انتبه، هلا هون تاريخ روسيا كلهم بيشهدوا لهذا التاريخ. ايش ساوى عنا ببلدنا؟ مين قال لك تدمر بلدنا؟ بشار الاسد. بشار الاسد ليش قال لك دمر بلدنا؟ انت شلون عم تسمع؟ انت شلون عم تقول لا إطاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ طيب بشار ما حدا كشف له لهلا فيديو عم يقتل بحاله، معناته اللي تحت ايده كلهم مجرمين. انا ما عصيت هذا الامر، ولا طلبت هذا الامر، ولا بدي هذا الامر. عرفت شلون؟ انا ما بعصي انه يجي واحد رئيس يقول لي دول. انا بعصي هذا الامر مليون مره، وبعصي هذا الاله، وبعصي. عرفت شلون؟ بس انا ما بدي اعصي انه مين. انا ما بدي اعصي هذا الاله وبزمر، ما بدي اعصي هذا الاله وشو بطول اللحيه باسماء وهميه. لك انا هذا الدين كله ما بدي اياه. انا ما بدي هذا الدين مشان ما اعصي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لك حفظناها بصم، وانا ماني صاحب الدين. وهدول الاوروبيين انتبه، المصاري ايش بتعمل؟ انتبه اليوم في يعني استلموها بعد 14 سنة، فتحوا المجال بعد ما تدمرت، وكل الثوار السلميين حاليا برات اوروبا. السنة الماضية احد الدكاترة الحلبية قال بدنا نساوي بدنا نساوي مصالحة. الثوار الموجودين بالداخل، انتبه، هدول الموجودين بالداخل اللي موجودين بين الخيام، مو المسلحين قول في منهم كاشفين ألاعيب وفي منهم مضطرين. المهم قال بدنا نساوي مصالحة مع النظام. مشان شو؟ مشان يصير الانتقال السلمي. هلا هون الانتقال السلمي، وهدول الناس اللي خلال 11 يوم تغيرت الاعلام مليون درجة تغير الاعلام. وتمت الاعلام ليومنا هذا عم يساوي الفبركات، وما حدا عم بيعرف ايش عم بصير جوا. اللي بينحكى جوا بيتهموه اخر اتهامات. انتبه، احمد الشرع ما حدا عم بيعرف عنه شيء. قلنا لكم جامع الشافعي كان عم يطلع بنص المزة مظاهرات، وتم قمع جامع الشافعي بنص المزة. هلا احمد الشرع صار يبوس النسوان من كتر، يعني بدهم يصفوا كل الثوار من بيناتهم 117 سائر اللي قوموا كل سوريا، اللي قوموا يعني لبت المظاهرات، والشعب كله كان جاهز. بس الشعب اللي خايف على حياته، يلي ما بده يموت، شاف المظاهرات طالعه. وانا بطلع مظاهرات بدها قلب، بدها قوه، بدها عزيمه، بدها حق حدا يقولها. فالمهم من بيناتهم هون ايش عم بقول؟ خلافه عمر، خلافه عثمان، عم يزتوا العالم من فوق على الارض. اللي عم يزتوهم مين؟ اللي عم يزتوهم قال يعني صاحب العداله هون، يعني انه هون عثمان كمان عم يزت مين؟ عم يزت اللي بعده. السنه الماضيه قبل مشان ما اكذب قبل سنتين، هذا الدكتور قال بسنه 2023 لازم نساوي المصالحه. السنه الماضيه بلشت المظاهرات في السويدة. هاي السنه صار بده يبوس احمد الشرع ويفوت النسوان. هلا احمد الشرع مين مرته؟ اليوم الاعلام مين مرته؟ طالع مرتك، وين المشكله؟ طالع مرتك ورجيهم. واليوم نزلوا العالم من اوروبا، انتبه، نزلوا العالم من اوروبا ليساووا خلافه على اساس، او ليساووا اظهار ديني انه نحن عم ننشر الخمار بين المجتمع. لك انتوا اي مجتمع؟ انتوا اي عقل؟ لك فتحوا مخكم، عيشوا بلدين، صلوا لحالكم.
انتوا اليوم عم